بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال رب أنى وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. تفسير هذا الدعاء: أيا ربي ما أدعوك دعوى ألا واستجبت لي، وما شقيت إذا أدعوك، وهذا قانون حينما تتجه إلى الله وتسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لن تشقى بهذا الدعاء بل تستعد بها. الدعاء أكبر جانب من العبادة. الدعاء سلاح المؤمن. أنت بالدعاء أقوى الأقوياء، وأنت بالدعاء أغنى الأغنياء، وأنت بالدعاء أعلم العلماء. كل ما عند الله مرهون أن تدعوه. من هو أعجز إنسان؟ هو الذي عجز عن أن يدعو الله. كل شيء بيده، كل الخير بيده، كل العطاء بيده، ولكن الناس أهملوا اليوم هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الصلاة دعاء. لكن ما الذي يمنع الناس أن يدعوا ربهم؟ مخالفتهم، تكسيرهم، شركهم، هذه كلها تحول بين العبد وبين أن يدعو الله عز وجل. أما حينما تكون كما يريد الله عز وجل، حينما تكون وفق منهج الله، تجد أن الطريق إلى الله سألك خط مفتوح أن يوجد به رنين الهاتف من دون رنين، ليس له قيمة إطلاقا. يوجد خط مفتوح، هذا الخط المفتوح أنت به أقوى الأقوياء وأحكم الحكماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. معنى هذه الآية: يمكن أن تدعو الله وأنت صامت، تقول له: يا رب ليس لي سواك، يا رب أنقذني، يا رب أعطني، يا رب وفقني، يا رب أرزقني رزقا حلالا، يا رب اهدني وأهدي بي، يا رب احفظني، يا رب قويني على أعدائي، يا رب ألهمني الصواب. ممكن وأنت صامت وشفتاك مطبوقتان وأنت تدعو الله وأن يستجيب لك الدعاء. يقوي العقيدة. حينما ترى الله قد استجاب لك تقوي عقيدتك. إن الله بيده كل شيء.